شكرا للناس اللي بتطمن عليا من المخاطر اللي انتوا شايفينها دي، ولكن الحكايه بدات من اول فتحه الباب وطلع عليا كده وكان هياكلني من رجلي يا جماعه. وزي ما انتوا شايفين كده ضخم وشايف نفسه حبتين، وده طبعا مموت له قلبه عشان ربنا مديله شويه صحه بيطلعهم علينا. يوجي كلب سنه واربع شهور، كلب يوركشاير. وزي ما انتوا شايفين كده يعني ايه، قاعد يهوهو عليا. واللي انا عرفته كمان ان هو فرض سيطره شويه. قلت له شم ايدي يا ابني، مش راضي يجي معايا سكه. اضطريت ان انا اعمل له خيه واحاول امسكه واقربه مني واحده واحده واعرفه ان انا مش مؤذي. ولكن هو في الطبيعي مع اهل البيت بيفرض سيطره شويتين، واي حاجه بياخدها بيبتدي يزوم عليها، وعنده فود اجريشن على اي حاجه هو عايزها. يعني نفترض او توي اجريشن، يعني لو اكل او لعب بيبتدي ياخده عافيه، ولو اكل لو انت في ايدك مش عايز تديله ممكن يقوم عضك عشان ياخده. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما ابتديت اتحرك معاه وعملت موضوع الباب عشان بيطلع يهوهو عليه، اتكسر اتجاهاته معايا وابتدى يلتزم بالاوردرات، وكمان عملنا له تحديد المشجع. ودي كانت اول حصه ليه، وتعالوا نسمع له معلومات. وما تنساش تنشف وتقول لي شفت